مشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أركتون. في بداية القرن ال19 وبعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس، وصل البارون إمبال لمصر عشان حصل مشكلة في مشروع من المشروعات اللي كان بيعملها، وكان لازم إن هو ينزل ويحلها بنفسه. ولكن خلال رحلته وقع في حب مصر وحب نيلها وجمال نيلها وعمرو دياب ومحمد منير، ولانه راجل استثماري ومليونير فعرض على الحكومه المصريه ان هو يعمل مدينه جديده تحت اسم هليوبوليس او المعروفه باسم مصر الجديده حاليا. فالحكومه المصريه وافقت وادت له الفدان بجنيه واحد، انهم شافوه بزبون لقطه. مين مجنون هيروح ينحت في الصحراء؟ ولا مين هيعيش فيها؟ ولا في خدمات ولا مواصلات ولا اي حاجه خالص، والله انتوا اللي لقطه. وبما ان البارون راجل مهندس فقرر ان هو يجيب رجل الزبون الاول، فامر المهندس البلجيكي اندريا بيرشلو ان هو يبدا في تصميم اول خط مترو، وده عشان يوصل ما بين وسط البلد والمدينه الجديده، وكمان يعمل تخطيط للمدينه الجديده واللي طلب منه ان هي تكون على الطراز البلجيكي. وده لاني ما قلتلكش ان البارون في الاساس بلجيكي، والبارون ده مش اسمه اصلا. البارون هو رتبه عسكريه فرنسيه، وهي اعلى من رتبه الفارس بحبتين. ده كمان طلب منه ان هو يكتر من اللاندسكيب في المدينه، ويعمل حسابه ان لازم يكون فيه اكبر فندق موجود في هليوبوليس، واللي دلوقتي هو المقر الرسمي لرئاسه الجمهوريه، واللي اتغير اسمه ويسمى دلوقتي بقصر الاتحاديه. ولكن اشترط عليه البارون ساعتها انه ما يبداش في تنفيذ اي مبنى، لانه عايز اول مبنى يكون موجود في المدينه الجديده يكون القصر بتاعه. من الوقت ده بدا البارون في رحله البحث عن قصره. وفي سنة 1905 كان في معرض في باريس، وده عبارة عن اكسبو بيتعرض فيه الأعمال المعمارية المعماريين زي ماكيتات وبلانات وبيت نيل ونص. وخلال جولة البارون في المعرض لفت انتباهه ماكيت للمعماري ألكسندر مارسيل. عايزك تفتكر الاسم ده كويس جدا عشان هيجي قدام كتير. والماكيت ده كان على الطراز الهندوسي، والبارون عارف ده كويس لأن ليه أعمال كتيرة جدا في الهند وفي الكونغو والمكسيك وغيرهم. والماكيت هنا الاكستيريور بتاعه كان متصمم على طراز المعابد الهندوسيه زي معبد انكور واللي موجود في كمبوديا. ولما قرب منه وشاف البروبوزل بتاعه لاحظ جمال الانتيريور واللي متصمم على الطراز الاوروبي، فطلب من مارسيل ان هو يشرح له التصميم بتاعه. مارسيل بيافيني دي موا كيفيتي سافوا، امرني يا باشا، عايز تعرف ايه بالظبط؟ قال له انا عايز اعرف كل حاجه عن المشروع. قال له بالصلاه على النبي، القصر بتاعنا متصمم بالطراز الخارجي بتاعه على التصميم الهندوسي، عشان كده هتلاحظ ده في لونه واللي لونه طوبي محروق، وهو عباره عن 7 اوض، 3 اوض في الدور اللي تحت ودول متروق لك عليهم ترابيزات بلياردو وبنج واللازم منه، و4 اوض كبار في الدور التاني والشمس هتفضل موجوده فيهم طول اليوم. موجوده طول اليوم ازاي يعني؟ يا باشا جالك في الكلام، اتقل عليا. بص، هي مساحه القصر من جوه صغيره شويه، ممكن نعملها سكيل، عشان كده هتلاقي السلالم جوه كانها خارجه من هاري بوتر. التاني هتلاقي ان تشطيب الاوض كله متغطي ببلاطات الفسيفساء في كل فسفوسه في الدور. عمك الكسندر بقى يخلص ويلم ويحاسب الرجاله؟ لا، فقال له تعالى بقى اما اوريك الجزء اللي هتحبه جدا. انا مش عارف مساحه الارض اللي هيتحط فيها المبنى ده، ولكن انا هعمل لك فوق السطح حديقه تجنن عشان تاخد خربوش الشاي الجميل المنعنع بتاعك وتطلع تستمتع بغروب الشمس. قال له خلاص يا عم كفايه ارجوك. انا اشتريت. وطلب من المعماري مارسيل ان هو ينزل مصر عشان يشرف على المشروع بنفسه. افتكر ان المعرض ده كان موجود في العاصمه باريس حيث برج ايفل وجمال برج ايفل. المهم ان هم بداوا فيه شغل سنه 1906 وخلصوه سنه 1911. ايوه، قعدوا 5 سنين بينفذوا فيه. يعني حضرتك لو دخلت هندسه سنه 1906 هتتخرج منها، لا مش مع الافتتاح، هتتخرج منها 1910 لان ساعتها كانت هندسه مجرد 4 سنين بس. شفت بعتك ازاي؟ وهو ما خدش 5 سنين من فراغ، لانه عمك مارسيل وعمك البارون كانوا قاعدين بيعلوا على بعض. الباشا مارسيل رايح يطلب لي ازاز من بلجيكا وقش تمثال من الهند وقش خشب من النوبه. ايه؟ يقوم البارون يعلي هو كمان ويبعت يجيب تماثيل من اليونان ومرايات مش عارف منين. وخلال الفترة دي وهو البارون في إحدى الرحلات لاحظ برج متصمم على الطراز الكمبودي وقرر إنه يشتريه، فبعت للمعماري الكسندر إن هو يجي يفك البرج ده وياخده عشان يركبه في القصر بتاعه. فقام نفذ كلامه، ولكن المعماري مارسيل يسكت؟ لا، قال له بص الحركة دي. حبيت وجود البرج ده، فانا قررت ان انا ما اخلوش مجرد جزء مصمت ضمن المبنى، انا خليته يلف حوالين نفسه ياخد دوره كل ساعه.
لانك لو قاعد جوه البرج ده انت مش مضطر ان انت تتحرك حواليه علشان تشوف الاماكن اللي حواليه، لان البرج بنفسه هياخدك ويلففك ويفسحك وانت قاعد ملك في مكانك. المهم ان غير ان هو والبارون بقوا صحاب جدا، فالبارون طلب منه ان هو يعمل له نفق تحت القصر، بحيث ان النفق ده يوصل القصر بكنيسه البازيليك، واللي نعرف كمان شويه هو ليه طلب الطلب ده منه. ولما البارون شاف التحفه الفنيه اللي بتتبني قدامه قرر ان هو يعمل اكبر حفله افتتاح موجوده في مصر، واللي عزم فيه ناس كتيرة جدا، وكان أهمهم هو السلطان حسين كامل، واللي البارون أمر ببناء مبنى خاص بيه قدام القصر بتاعه. وانتشر الفرح لفترة كبيرة لحد سنة 1929 يموت البارون يمبان في بلجيكا ويورثوه ولاده، ولكن علشان البارون بيحب مصر جدا فكتب في وصيته إن هو يدفن فيها، وفعلا ولاده نفذوا كلامه وامروا ان هم ينقلوا الجثه بتاعته من بلجيكا لمصر عشان يدفن في كنيسه البازيليك، اللي طلب من المعماري مارسيل ان هو يعمل نفق بيوصل ما بين القصر وما بين الكنيسه، واللي مقبرته دلوقتي موجوده تحت الكنيسه بالظبط. وبعد ما ولاده ورثوه وانتشر عنهم اقاويل كتيره جدا، القصر حصل له حاله اهمال شديده لغايه ما اتباع في سنه 1954 ب 160 ألف جنيه، وينتهي حكاية القصر وتدفن ذكريات البارون معاه، ويبدأ ينتشر عنه ألاعيب عبدة الشيطان وغرفة المرايات اللي موجودة تحت القصر والدجل والشعوذة، ويطلق عليه قصر الأشباح. ولكن تيجي وزارة الإسكان المصرية سنة 2005 وتقرر إن هي تشتريه مقابل إيه؟ مقابل أرض كبيرة في القاهرة سعرها حوالي 125 مليون جنيه. في النهاية القصر ده يعتبر تحفة فنية، واللي قيمته موقفتش عند الجمال المعماري بس، ده كمان اتعمل فيه أعمال فنية كتير جدا زي كليب حمائي واللي اتعمل فيه في سنة 2016 وتم تجهيزه بشكل جميل جدا. ده غير انه اتعمل فيلم باسم قصر البارون اللي بطولة رزان المغربي وسعيد صالح، ولكن الفيلم اتمنع من العرض. ده غير انه ظهر في فيلم اسف على الازعاج بطولة احمد حلمي ومنى شلبي. ولكن انا بشكر البارون جدا ان هو ساب لنا التحفه الفنيه دي، وهبقى شاكر جدا ليك لو رحت اتفرجت على الحلقات اللي فاتت وتشترك في القناه.